الأخت أفنان أو الشابة أفنان تمثل طفلة أو تمثل أحد أفراد الشعب اليمني، هؤلاء أو هذا الشعب الذي فقد الكثير من أحلامه ومن آماله، وبعضهم مثل الأخت أفنان والشابة أفنان فقدت أحد أقاربها مثل الكثير أيضا. لكن لا زال هذا الشعب اليمني، هذا المجتمع اليمني يخرج كل يوم من قرابة 7 أشهر يؤكد كل يوم أن خروجه هذا هو من أجل الخروج من هذا النفق الذي أدخلنا فيه هذا النظام وأبنائه ورموزه، الخروج من أجل التخلص من كل هذا العبث الذي يمارسه علينا هؤلاء القتلة رموز النظام هؤلاء. لا زال هناك الكثير من مثل الطفلة أفنان والشابة أفنان والأخت أفنان، هناك الكثير ممن فقدوا أحبائهم، ممن فقدوا أبنائهم، ممن فقدوا آبائهم، ممن فقدوا أي قريب لهم من عوائلهم أو أصدقائهم. ولذلك هذا هو الشعب اليمني، يعني لا زال يعاني حتى الآن بعد 7 أشهر من الثورة اليمنية أو من خروجه إلى الشارع، ولا زال يأمل بأن ينتهي كل هذا. هناك الكثير من الناس الذين قتلوا في أرحب وفي تعز وفي أبين وفي مناطق كثيرة في اليمن. نأمل من خلال خروجنا بهذه الثورة الشعبية أن نكون قد قدمنا لوطننا الكثير. صحيح هذه التضحيات لابد منها أكيد، يعني هل تشعر مع مرور 7 أشهر وصمودكم على موقفكم وعلى سلمية ثورتكم في ساحات التغيير في اليمن، هل تشعر بأن رسالتكم وصلت إلى العالم أجمع، أم إنه مع هذه المبادرات السياسية بين الفينة والأخرى تشعرون بأنه يجري أحيانا المزايدة عليكم أو التفاوض باسمكم بدون وجه حق؟ هذا في الحقيقة في وصول صوتنا إلى العالم لا زال ربما لم يصل كما يجب، والخطأ ليس منا، ربما الخطأ لا زال هو في العالم الخارجي. لا ندري لماذا كل هذا التعامي، لماذا كل هذا الصمم الذي تواجه به الثورة الشعبية اليمنية والمطالب الشعب اليمني، وكأننا مخلوقون من عالم آخر. يعني أحدهم يقول براءة لله وللذمة، يعني عمل شيء في سوريا أو دعاء الحكومة السورية إلى يعني وقف العنف في سوريا وسحب سفيرة للتشاور أو ما شابه. نقول لهم هل أبناء أرحب، هل أبناء تعز، هل أبناء أبين، هل أبناء اليمن بشكل عام يعني لا يشبهون أحد، يعني لا يشبهون أبناء سوريا، لا يشبهون أبناء حماة، لا يشبهون أبناء دير الزور. نحن متساوون. الله موجود أيضا في سوريا وموجود في اليمن، كما يقول أحد زملائي هل الله موجود فقط في سوريا وليس موجود في اليمن؟ لا ندري لماذا يعني هؤلاء الذين يقولون براءة أمام الله لماذا يمارسون على اليمن شيء آخر؟ يعني لماذا يبرون ذمهم أمام الله بشيء آخر من أجل أبناء اليمن؟ نحن طبعا في حصل تطورات خلال هذا الأسبوع على الصعيد الدولي، وكان بيان ما هي هذه التطورات؟ كان بيان مجلس الأمن يعني في الأسبوع هذا أو الأسبوع الماضي، يعني فيه شيء من التطور، لكن لا زال يقول يعني ندعو الأطراف إلى ضبط النفس. لا ندري ما هي الأطراف، هل المقتول في أرحب هو طرف؟ هل الصواريخ التي من معسكرات وصلت فكرتك. كمال حيدر الناشط الشبابي في ساحة التغيير حدثنا من صنعاء.